السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. فيديو جديد معاكم النهاردة، يا رب يعجبكم. فيديو مشتريات من السوق بالأسعار. حبايبي في الله، وحشتوني والله كلكم من الفيديو اللي فات. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا يا رب، ومن كومنتاتكم بتاعتكم جميلة، وجزاكم الله كل خير على الدعوة جميلة اللي هي فعلا بحس انها طالعة من القلب. بدعيلكم كتير والله. ربنا يخفف عليكم يا رب، ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا ان شاء الله، ويشفي مرضاكم ومرضانا، ويخلي لكم اولادكم، وما تتحوجوش لاي حاجه وحشه ان شاء الله يا رب، ويوسع رزقكم كمان وكمان. النهارده رحت السوق كده، وجبت جايبه لكم اسعار الفراخ، البط، الحمام، جايبه لكم اسعار الهياكل، الاجنحه، الخضار كامل باذن الله ان شاء الله. الفيديو هيعجبكم. نبدأ نسمو الله كده ونخش ونسمعوا الفيديو. اللهم هون ثم هون ثم ريح نفسي لا يعلم بحالي إلا أنت يا الله. يا رب ادعوا لي كتير، والدعوة بالمثل، وانا هدعيلكم والله. ادعوا لي براحة البال وبفك الكرب عليكم وعلينا ان شاء الله. بسم الله. معلش بقى بطول عليكم، بس انتوا وحشتوني والله. نبدأ كده بالطماطم. الطماطم في السوق بدأ بكام لغاية كام؟ الطماطم اللي هي مفعصة، يعني أنا بحب أجيب لكم الأسعار كلها. الطماطم اللي هي مفعصة خالص عاملة 5 جنيه طبعا. ما تتاخدش، وطبعا الجو زي ما انتوا شايفين اهوت. رجع تاني حرر. ب5، وفي ب10، وفي كيلو وربع ب10، وفي ب12، وفي كيلو ونص ب10 برضو. تعتبر مفعصة يعني. متهيألي تشبه اللي هي ام5. بيطلعوا حاجات كده على جنب، فأحسن حاجة اللي هي في ب12 وفي ب10 جنيه. اهي ديت اللي انا جايبه منها. ديت ام10. لقيتها حلوه، ويعني فيها يعني تنقي فيها وكده اهوت. جبت كده 2 كيلو زي ما انتم شايفين اهي. انا شايفاها حلوه، مرضتش اجيب من ام 12، فجبت ام 10 جنيه. ده بالنسبه للطماطم. طبعا زي ما قلت لكم المفروض كانت ترجع لسعرها، بس انتوا شايفين مفيش حاجه بترجع للسعر بتاعها، كله شادد. الله المستعان. جبنا بقى ايه؟ الخيار. نشوفوا اسعار الخيار اهو. في صغير على فكره، يعني انا منقيه دوت على ده اهو. الخيار دوت بادئ بكام لغاية كام؟ الخيار في السوق في ب5 اللي هو الكبير، وفي ب10، وفي كيلو وربع ب10، وفي كيلو ونص ب10. ديت بالنسبة لأسعار الخيار. اللي أنا جايباه دوت النهاردة دوت كيلو ونص ب10. كيلو ونص ب10، قلت مش وحش يعني. ما فرقتوش كتير على أبو 10، لأني فعلا بصوا اهوت هو صابح وكل حاجة. وبعدين ده ايه؟ في صغير كمان، يعني انت برضو لو بتحبي صغير كده اهوت زيي هتنقي. يعني حاطط دوت على ده. دوت كيلو ونص ب10، فقلت هجيب من دوت. مش هيفرق حاجة على اللي هو ب10 جنيه. جبت ايه كمان؟ نشوفوا البطاطس. البطاطس يعني الله المستعان على الجميع. بس اعمل ايه طيب؟ هو الواحد ما يقدرش يستغنى عنها، بس هو استغنى عنها كتير، يعني احنا ما بنجيبهاش برضو زي الاول. بكام البطاطس؟ البطاطس النهارده ب17 ونص وب20 جنيه. ب17 ونص وب20 جنيه. واللي هي بتاعت التلاجات المعفنه، تحس ان هي ريحتها وحشه قوي قوي ومزرعه كده. يعني فيها حاجات بيضه تقريبا، عشان مجرد ما بتطلع من التلاجة وتتحط في الحر بتبوظ. ب15 جنيه بتاعت التلاجات، وب20 وب17 ونص اهي. ب17 ونص. ومعرفش بقى هتبقى تحمير ولا مش تحمير. انا جبت كيلو خلاص.
ممكن بقى نجيبوها ايه، نسلقوها كده ونحمروها وخلاص، مش مشكلة. الخضار طبعا كتير في السوق، لو عايزة تخزني حاجة للسنة او لرمضان، مش شرط تخزني كتير، حتى لو هتجيبي كيلو بكيلو مش مشكلة. الفاصوليا، الحاجات من اللي هي سعرها نزل. الفاصوليا ب10 جنيه، الفاصوليا اللي هي الخضرة اهي، الفاصوليا الخضرة حلوة. انا جبتها والله الاسبوع تقريبا، الاسبوع اللي فات، وما عملتهاش، قطعتها كلها وحطيتها في الفريزر. فجبت بقى عليها كمان اهوت، قلت اجيب كمان النهارده، يبقى الكيلو الفاصوليا ب10 جنيه. يبقى كده سعرها نزل. جبنا كمان كوسة اهي. بكام الكوسة؟ الكوسة النهارده في ب10 وفي ب12 جنيه، ب10 و12 جنيه، بس حلوة يعني انا جايباها صغيرة زي ما انتوا شايفين. جبت ايه كمان؟ اسعار الخس. الخس في السوق كتير جدا. بكام الخس؟ دوت قلبه ابيض والله، يعني بصوا، يعني بفتح واحدة لقيته قلبه ابيض، وفي قلب من جوه، مش اللي هو بتاع المريسة والكلام ده كله. بكام؟ انا جايبة التلاتة ب10 جنيه، التلاتة ب10 جنيه، وفتحنا واحدة فطرنا بيها، حلو والله، جميل. في كمان سعر للخس، في ب5 جنيه، اللي هي ربطتين صغيرة، والثلاث ربط الكبار اللي زي ما انتوا شايفينهم دول ب10 جنيه. نيجوا بقى على اسعار الخضرة والجرجير. اسعار الخضرة والجرجير، جبت بقى ايه تشكيلة كده مشكلة، وجبت برضو ايه جرجير على فجر اهو، الفجر اللي هو بالروز دوت، حلو قوي يعني، انا بجيبه ليا الاولاد ما بياكلوهوش. في ربطة ب1 جنيه اللي هي الصغيرة، وفي الربطتين ب5 جنيه. ده بالنسبة للجرجير او الفجل او الخضرة برضو. في ب1 جنيه، والنهاردة والله اكتشفت ان في ناس بتبيع الربطة بنص 1 جنيه، بس يعني بتبقى ايه صغيرة قوي قوي يعني ايه اصغر من اللي هي الربطة ب1 جنيه. دي تعتبر حلوة ب1 جنيه اهي. جبت بقى التشكيلة دي. نشوفوا سعر الليمون ونخشوا على اسعار الفاكهة. الليمون جبت نص كيلو كده ب10 جنيه، الكيلو ب10 جنيه، وجبت نص اهوت ب5 جنيه. ده بالنسبة لليمون. والليمون كتير قوي في السوق زي ما قلت لكم، قليل قوي دلوقتي يعني. انا الاسبوع اللي هو تقريبا قبل اللي فات كنت جايباه كيلو ونص ب10. كان تقريبا، مش عارفة انا قلت لكم من المنشية ولا منين، عم اتذكر يعني، الله المستعان، والله الواحد نسى حتى ان هو راح فين امبارح. السوق النهاردة، السوق محطة مصر، محطة مصر، شفت يعني انا النهاردة في محطة مصر وناسية، الله المستعان. نخش بقى على اسعار اللبن واسعار الفاكهة. اللبن البقري واللبن الجاموسي. اللبن البقري زي ما قلت لكم ان هو زاد الاسبوع اللي فات، الازازه اللي هي 2 لتر، ال2 لتر مش الكيلو، اللتر يعني كيلو، بس ديت ازازه 2 لتر عامله 40 جنيه، 40 جنيه. ولو هتديكي 2.5 لتر ب45. اللي زي انتوا شايفينها ديت 2.5، جايباها ب45 دوت البقري. البقري بقى تقدري تجيبيه لاي حاجه يعني، مش هيفرق عن الجاموسي. الجاموسي غالي جدا. تقدري البقري برضو انا بدس بيه، بيبقى حلو والله وجميل، بس بتبقى بتجيبيه من حد مضمون. الجاموسي بكام؟ الجاموسي في السوق في ناس، يعني انا اكتشفت النهارده في ناس بتقولك الازازه ب50، وفي ناس النهارده ماسكه على الازازه ب60 جنيه اللي هي رتلين، يبقى الكيلو واقف ب30، وفي ناس بتبيعها الكيلو على 25. الله المستعان. نخش بقى على اسعار الفاكهه. دوت بلح اسمر اهوت. البلح الاسمر النهارده ب10 جنيه، البلح الاصفر 12.5، البلح الاحمر 15 جنيه. البلح اللي هو مضمون يعني ب15، اللي هي الحبايه الكبيره. البلحه اللي هي صغيره شويه بتتباع ب12.5. العنب اللي هو الكبير ببذر دوت ب15 جنيه. التفاح النهارده
في ب30 وفي ناس بتبيعه ب35. البرتقان بيتباع ب7.5، وفي ناس بتبيعه هو ب7.5 يعني، وفي ناس بتبيعه ب10 جنيه اللي هو كبير شوية وفي حتت صفرة. ده بالنسبة للبرتقان. السفندي بقى شفته النهاردة في قلب السوق، بس تحسي ان هو مش بلدي يعني، تقريبا اللي هو صيني دوت، لاني انا بفكراه برتقان وكنت هجيب منه، فقال لي سفندي. بيتباع بكام؟ بيتباع ب10 جنيه، وفي ناس بتبيعه كيلو وربع ب10. ده بالنسبة للفاكهة في السوق. وفي الرمان النهاردة كيلو ونص ب10، وفي ناس بتبيعه كيلو وربع ب10. ده بالنسبة للرمان. واللي هو المفتح بتاخدي ال3 ب10، اللي هو في الرمان كده تحسي انه مفتح تقريبا بقى، معرفش واقع من لو هما بيحطوه ولا كده، بس عنده كله مفتح كده 3 ب10. نخشوا بقى. النهاردة جبت بامية برضو اهيت، لقيتها زي العسل الاسبوع اللي فات، وجبت من نفس الست اللي بجيب منها. انا جايباها كبيرة شوية عشان ديت مش هنقطعها يعني وكده، فبعملها يعني زي ويكة كده. ديت بكام؟ البامية في السوق ب30، 35، 25، 15 جنيه اللي هي الكبيرة، 15 جنيه الكبيرة. نخشوا بقى على اسعار الفراخ واسعار الاجنحة والبط وكده. اسعار الجنيحة، بصوا الجنيحة هي بيضة وزي الفل اهيت. الجنيحة للأسف النهاردة ب60 جنيه، الأجنحة ب60. الفراخ اللي هي بتاعت الفراخ البيضة، الهياكل النهاردة عاملة 40 جنيه، 40 جنيه الهياكل. الفراخ اللي هي البيضة عاملة 72 جنيه، يبقى الفراخ البيضة 72 جنيه. البط النهاردة، البط اللي هو مسكوفي عامل 118. البط المرر عامل 85 النهاردة. البط البلدي عامل 130. الأرانب النهاردة ب100 جنيه. الكبد الصافية 110. قلت له ليه كده؟ قال لي لا، ما هي كل ما الفراخ بتغلى. قلت له طب ما هي 72 كانت بتبقى ب100. قال لي لا، النهاردة ب110. الكبد على قوانص ب85 جنيه، وفي محلات بتبيع الكبد ب105. ماشي. بس هو بقى بيقولي دي بايته ومش بايته والكلام ده كله، وانا عندي صبحه، فالله المستعان بيزودوا كمان فوق الزياده بتاعتهم. يبقى كده اسعار فاضل اسعار الحمام. اسعار الحمام الجوز اللي هو حلو قوي يعني ب130 اللي تقدري تحشيه، ب120 اصغر منه ب100 جنيه اللي هو قد العصافير كده صغير كده. ربنا يقويكم ويقوي كل واحد على حاله. ما تنسونيش بقى في الكومنت بتاعك الجميل، وما تنسينيش يا ريت في اللايك، وما تنسينيش في الدعوة بتاعتكم الجميلة، ولك بالمثل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.